انا جاي اسيب الجدل معاك واقول لك اللي من وجهة نظري، ان انا شايف ان تصريحات حسام غالي ما تزعلش قوي كميه الاهلاويه اللي زعلانين منه دول، يعني كلها حاجات لو بصيت عليها هتلاقيها منطقيه. بس احنا عشان حاطين حسام غالي في الحته دي، فانت خلاص انت شايف ان حسام غالي بتاع مشاكل، بتاع حوار، بتاع قصص، احنا زانقينه في الحته دي. انا مش هطلع مع الهوجه واقعد اقول حسام غالي وانت ازاي وتقول. انت بس الفكره ان انت عمرك ما شفت عضو مجلس اداره موجود دلوقتي بيطلع بيتكلم بالطريقه دي. يعني احنا مثلا في الناس التانيين بنطلع نشوف المجالس الادارات بيطلعوا يشتموا بعض ويسبوا لبعض فانت خلاص عينك شايفه الحته دي. بس انت عمرك ما شفت ان الاهلي عضو مجلس اداره بيطلع يتكلم كده ولسه موجود حاليا يعني. فانا شايف ان التصريحات هقولها سريعا كده مع بعض كلها حاجات عاديه. فكره ان الراجل شايف نفسه ممكن يوم من الايام اللي يبقى رئيس نادي، ده شايف ان ده شيء طبيعي. اي حد ممكن يحلم ان هو يبقى رئيس نادي. يا عم انت ذات نفسك في شركتك نفسك تبقى مدير الشركه اللي انت فيها. الطموح حلو، ما تخلي يا عم الراجل يبقى عنده طموح، مش عيب. مؤهل ولا مش مؤهل دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، في اعضاء جمعيه عموميه هم اللي ساعتها اللي بيختاروا الراجل ده ينفع ولا ما ينفعش. برضه الراجل بيقول ان في تسارع في الحته دي. يا جدعان الحاجات دي كلها طبيعيه برضه. اي حد بيبقى بيتصارع عشان يمسك منصب، عشان يبقى في الحته دي. حتى لو اتكلمنا على اعضاء مجلس الشعب، على اعضاء مجلس الشورى، عندك في شركتك، عندك في اي مؤسسه، الناس كلها بتحارب عشان توصل للحته دي. احنا كلنا عارفين ان الحته دي فيها امتيازات وفيها واجهه اجتماعيه وفيها كل حاجه. ففي صراعات، في صراعات. ومجلس اداره النادي الاهلي ده يعني انا اسف جدا يعني من الصحابه. ما يا باشا طبيعي ان يبقى في صراعات. ما هو الانتخابات دي عاملينها ليه؟ ما في انتخابات والناس بتصارع بعض عشان تفوز بمقعد من المقاعد دي. ده برضه انا شايفه تصريح عادي جدا. كلامه عن الاسطوره بتاعتنا صالح سليم، ان الراجل بيكبرك مش بيصغرك، بيسيبك تاخد قرارك وهو بيدعم قرارك. انت بتتكلم على حد مش موجود دلوقتي. ما تحاولش تقارن صالح سليم باي حد موجود في الفئه الرياضيه دلوقتي، لان ده راجل في حته تانية خالص. الراجل ده عمل اسس ومبادئ احنا لحد دلوقتي عايشين عليها. فالراجل ده شيء طبيعي ان مفيش حد انا شفته عشره بيتكلم عليه وحش. فانا بصراحه اتبسطت جدا من كلامه. ومش معنى ان هو بيتكلم على الراجل ده حلو ان التاني وحش، لا، الراجل بيمدح في ان الراجل ده كان اسطوره وكان وكان وكان. احنا كلنا عارفين الكلام ده. احنا ما بنقارنش حد لحد دلوقتي بصالح سليم، فده برضه ما فيهاش حاجه. الراجل برضه بيقول لو انا بقيت رئيس نادي هيتعامل مثلا مع تيم وورك، هينقي ناس بشخصيه الاهلي، هينقي ناس شخصيتها قويه، هيختار يتعامل عمل جماعي. والموضوع يبقى خلاص يا باشا. انت لما تبقى رئيس النادي يبقى اختار الكلام ده. مش معنى ان هو بيقول انا هبقى اعمل كده يبقى اللي موجود ما بيعملش كده. حتى اللي موجود يعني وارد جدا يا جماعه ان يبقى في حد في موقع اداره وياخد قرار هو المسؤول عنه، هو المسؤول عنه. انا شايف ان ده برضه وضع طبيعي جدا. انا يا عم بشوف الناس مفيش مشكله، بس في اوقات انا ببقى من دماغي انا عايز الموضوع ده. الا لو انا ابقى متساق بقى، ابقى انا شايف الناس بتتساق. الموضوع ان يبقى جماعي حلو جدا، بس في نفس الوقت في قرارات فرديه لازم تتاخد والشخص هو المسؤول عنها. نجحت فشلت هو اللي بيشيلها. فانا شايف ان ده مش تلقيح. الراجل عادي جدا بيقول ان هو عايز يعمل الموضوع ده. حته برضه الناس كلها عدتها وما اتكلمتش عنها. انا شايف ان برضه لازم نديله حقه في الحته دي. ان الراجل لما بيساله بيقول له انت رايك في الصفقات اللي الاهلي عملها في كاس العالم والاداء اللي حصل في كاس العالم. الراجل ما اتكلمش، قال له يا عم ما تدخلناش في السياسه عشان لما ما اقولش رايي فيتفهم عند الناس غلط. احنا كده الاهلي احنا ممكن نخش في اوضه نتعارك مع بعض ونشد مع بعض، بس قدام السوشيال ميديا ما نقدرش نجرح في بعض. ليه انتوا بقى ما بوستوش الحته دي رغم ان الراجل قال لك هو ده النادي الاهلي، احنا طبينا على كده؟ ليه انتوا بقى ما خدتوش الحته دي رغم انها حاجه ايجابيه جدا ان الراجل يقول كده؟ يعني الراجل عارف مبادئ النادي الاهلي وما اتكلمش في اي حاجه. قال ان الاهلي مش مجرد اشخاص وما ينفعش ان احنا نختزل الكيان الكبير ده في شخص او اتنين. الاهلي كيان، وده اللي احنا طول عمرنا بنقوله وده اللي معروف عن الاهلي. فانا شايف ان دي حاجه بديهيه جدا عند كل الناس. حته كلامه عن ابو تريكه وان ابو تريكه خسر بعض من جماهيره في موقفه السياسي. بصوا يا جماعه انا ما حدش يقدر يزايد على ابو تريكه. انا ابو تريكه ده عندي في حته تانية خالص. بس خلينا نكون متفقين كلنا لما شفنا ابو تريكه ساعه ايام مرسي وطلع عمل الفيديو كلنا وقفنا لحظات كده اللي هو ايه ده؟ طب ليه؟ وقعدنا خدنا ودينا مع بعض. فمش معنى ان الراجل بيصرحك باللي انت حسيت بيه ساعتها ان انت تقول لا كل ابو تريكه. يا عم ابو تريكه عندنا في حته تانية. بس انا واحد من الناس لما شفت موقف ابو تريكه، انت مالك يا ابو تريكه؟ يعني انت راجل لعيب كوره،
ما تستغلش شعبيتك ودنيتك في ناس يا باشا ساعتها، ما بتكلمش عني بقى وعنك، في ناس ممكن يبقوا اكبر شويه والموضوع كان بالنسبه لهم مصيري جدا، طلعوا لا واحد زي ابو تريكه عنده شعبيه وبيوجه الشعب في حته معينه، الناس برضه حصلت عندها هزه. فمش معنى كده اللي انت تختزل ان الراجل بيقول عليه وحش، الراجل بيقول ان في جزء عند الجماهير ابتدوا عندهم تابانه شويه من تصريح ابو تريكه. يا عم انا واحد من الناس، ما يا عم تخيل بقى انا واحد من الناس اللي ما كنتش شايف ان ابو تريكه يطلع يصرح في حاجه زي كده او في وقت زي كده. يعني سقطه عند ابو تريكه، سقطه عند ابو تريكه. ابو تريكه عندنا في حته تانية، بس نقول اللي لينا واللي علينا، مش حب لشخص ابو تريكه هيخلينا اتعمي عن الصح وعن الغلط يا جماعه. فانا شايف ان التصريح ممكن ما يقولوش، بس هو ده كلنا اللي كنا فيه وقتها سواء بقى من ابو تريكه دلوقتي بنتكلم في وقتها، ما كانش صح ان انت تطلع تعمل كده ابو تريكه. يعني ده وجهه نظري طبعا. يعني اخيرا كلامه عن شيكابالا، والراجل اتكلم حلو جدا عن شيكابالا وقال ان هو مش صح ان شيكابالا لما يكون خارج يعمل حرب بين الطرفين، وان الراجل ما كانش صح ان هو يستفز جمهور الفريق الاخر، لان في الاخر لما هيطلع زي ما هو طلع دلوقتي كده هيبقى عنده عداوه مع ناس كتير. اخيرا يا جماعه انا شايف ان حسام غالي عشان احنا حاطينه في الحته ان هو بتاع مشاكل ومشاغب والحته دي، فاي حاجه ممكن تطلع ليه احنا هنسيبها له او هنشيلها له بالمعنى الاصح. يعني انا على فكره مش بدافع عن حسام غالي خالص، انا شايف ان مفيش حاجه كاهلاويه ممكن تضايقكم، مش معنى ان الراجل بيقول وجهه نظره يبقى اللي بيحصل عكس كده، وحتى لو اللي بيحصل عكس كده الراجل ما طلعش اتكلم على شخصيه واحده. فاتمنى من الاهلاويه ما يطلعوش يزيتوا مع بقيه الناس التانيين اللي عمالين بيفبركوا لك اخبار عشان يقعدوا يتكلموا عليها في جستات. دي ناس فاضيه، ما تمشيش ورا دماغهم، هم مستنيين لك اي حاجه. انت لو قلت لواحد زملكاوي قول لي حاجه واحده من اللي حسام غالي قالها، مش هيعرف يقول حاجه، مش هيطلع حاجه، هيقول لك ده قال ان هو خناجر ومش طبيعي يا حبيبي، انت مجلس ادارتك بيشرشحوا لبعض وبيشخوا لبعض كل يوم ولحد النهارده شتيمه ببعض هو مش شايف ده، هو عايزك انت، هو مركز معاك انت. هو بص، هو عنده لعيب ما حضرش التمرين ولعيب اتوقف ولعيب بيطلع يزمزق عليهم من اول ماتش لعبوا عشان طلع بدلوه، مجالس اداره بتتشتم، مجالس ادارتهم حراميه ونصابين، كل الكلام ده هو مش شايفه، هو مش مركز غير معاك انت بس وعلى تمديد امام اللي كمان سنتين ثلاثه. ما تحطش دماغك مع دماغ الناس دي، ركز انت في ناديك ومع فرقتك واطمن. كل قيادات الاهلي عارفه يعني ايه النادي الاهلي، ما تساعدش الناس الجهله دي انها تدمر لك في لعيبه ورموز النادي الاهلي. احنا حق صد يا جماعه لاي حاجه جوه النادي الاهلي، مش معنى كده انك تشوف الغلط وما تقولوش، لا هنشوف الغلط ونقول عليه غلط بس بطريقتنا مش بطريقتهم. وسلام.